ايه رأيكم في الخيار الجميل ده؟ تيجي نعمل فكرة الصوبة من غير ما يكون عندنا صوبة. تعالوا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد، بس طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. طبعا اللي احنا شفناه ده خيار. انا عايزة اعمل خيار بنفس فكرة الصوبة من غير ما يكون عندي صوبة. فكرة الصوبة ان هو ما ياخدش عندي مساحة. لو انا ما عنديش مساحة ارض كبيرة وعايزة ازرع خيار. طبعا الخيار نبات مداد بيمد على الارض وبياخد ايه مساحة كبيرة كده جنبه. طيب انا زرعت الخيار، احنا بنجيب البذرة وبنزرعها. زرعت الخيار، وبعد الخيار ما وصل للمرحلة ديت انا مش عايزاه يمد على الارض. انا عايزاه ما ياخدش معايا اي مساحة. فجبت خيوط وربطت شجرة الخيار نفسها وبطلعها زي ما احنا شايفين كده، وبنلف الطرف بتاع الخيارة نفسها على الخيط، لان هو ده اللي الطرف اللي بيكبر وبيمد ايه، اللي بيكبر من فوق من بداية النبات كده. فانا جبت الخيط وبلفه عليه كده وربطته على طبعا اللي احنا شايفينه ديت سور، بس سور بالبوص. ممكن نزرع جنب سور البيت عادي، اي مكان جنب البيت، مش لازم مساحة. فطبعا انا زي ما احنا شايفين اهوت، ربطت الخيوط ولفيت شجرة الخيار عليها، علشان خاطر الشجرة بدل ما تمد معايا على الارض وتفرش على الارض وتاخد مساحة، لا هتطلع معايا لفوق على الخيط اهوت زي ما احنا شايفين، وهتكون نفس فكرة الصوبة وما خدتش معايا مساحة. ودي فكرة جميلة جدا، علشان خاطر استفيد بالمساحة، وان انا مثلا الخيار ما يغطيش المساحة الارض اللي عندي كلها. فانا استفدت ان انا زرعت خيار وفي نفس الوقت ما خدش عندي مساحة. طبعا انا بتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.